الدكتور مراد، وهي اصل الحلقات متصله. انا لما كتبت تويته من شويه بقول فيها تغريده، بقول فيها ان انا تصريحات الدكتور البرادعي في دير شبيجل لا تحتاج لتفسير ولا تحتاج لتوضيح، لكني احتراما لزملائي في حزب الدستور انتظر منهم ان هم الاول تعليقا ثم بعد ذلك نعلق. البعض كان بيتكلم يقولوا واحنا في ايه ولا في ايه، لا ده هي الحلقات كلها متصله. حلقه الجمعيه التاسيسيه متصله بالحراك السياسي اللي في الشارع، متصله بتصريحات السياسيين، متصله بالاعلان الدستوري، متصله بتربص فلول النظام السابق وتربص بعض من لا يريد نجاحا للثوره وبعض من لا يريد نجاحا للتيار الاسلامي، كلها حلقات متشابكه في بعض. اول حلقه هتكلم عليها اوضح شويه بعض ما قاله الدكتور مراد في حته التجربه الاسلاميه دي. هناك من لا يريد للدستور ان يخرج لاكثر من سبب، هاخد منهم سبب واحد. هناك من لا يريد للدستور اصلا ان يخرج حتى نظل في فتره الضبابيه وفتره السيوله السياسيه دي اللي ما فيهاش انتخابات، بحيث ان البلد تفضل دايما ماشيه عرجاء، في رئيس سلطه تنفيذيه بس مش عارف ياخد وضعه، مش عارف يحقق، مش عارف حتى ياخد الفرصه اللي يحقق بيها انجاز، فيظل دايما وضعه مرهون ومرتبط في ذهن الناس بالفشل، ومن ثم يحكم على التجربه كلها بالفشل، مع تعطيل الانتخابات علشان ما يبقاش في فترة ينتخب فيها الأحزاب مرة تانية. واضح أن أحزاب التيار الإسلامي على الأقل يا سيدي هتاخد 51-52%. لو حصل ده هيبقى في فترة استقرار 4 سنين، الناس هترى فيها أحزاب بتعبر عن الهوية الإسلامية اللي في الشارع بدرجاتها، السلفية، الوسطية، الإخوانية، كلها هي هوى إسلامي واحد، هتعبر عن هوى الناس اللي في الشارع. ده في جانب منها، وفي جانب آخر لازم هيبقى في إنجاز، هيبقى في إنجاز في المحليات، هيبقى في إنجاز في مشاريع تقام. الإنجاز لما يرتبط مع هوى الناس الإسلامي، ولما يرتبط مع رئيس هم شايفينه، وهذا الكلام أقوله للمرة الأولى ولا بد أن يقال، مسألة صلاة الرئيس ومسألة التدين الظاهر اللي هو فيه ربنا سبحانه وتعالى يكشف عما في السرائر، الشكل الظاهر للتدين أرق مضاجع الكثيرين لسبب ثقافي، إن كان في فترة من فترات التغريب تعرض لها الشعب المصري بقاله 200 سنة بجعل قدواته قدوات أقرب للنموذج الغربي، أقرب للنموذج اللي يرضى عنه الغرب، فيبقى تحريك قطع تحريك القدوات دي أشبه بتحريك قطع على رقعة شطرنج من بعيد، ويظل الشعب عينه معلق بيها. الناس على دين ملوكهم، دي مقولة أنا معتقد فيها إلى حد كبير جدا. فلما يبقى رئيس سمته الظاهر سمت متدين جيد جدا والناس بتتعاطف مع ذلك، زائد بس قبل ما تتجاوز دي انا عايز اقول لك، ما هو انور السادات الله يرحمه كان رئيس مؤمن وانا رئيس مسلم لدوله مسلمه، وكان يعني والراجل حاول ومع ذلك كان انقلب تماما. انا هحط المعادله كامله. هذا السمت الظاهر جنب انجاز يتحقق على الارض، جنب احزاب موجوده في سده الحكم لها هوى اسلامي. المعادله دي نجحت في تركيا مع العداله والتنميه بعد ضراوه في اول 4 سنين. كان قبليها رجب طيب أردوغان بيتسجن عشان فقط بيتكلم بشعر في ميل إسلامي، اتسجن. 4 سنين الأولانية اتكررت يا أستاذ معتز، 4 سنين في 4 سنين في 4 سنين، وهتظل مكررة لدرجة أن رجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو وعبد الله يقول بيتكلموا عن شكل تركيا 2020. يعني الناس بتتكلم على أن في بقاء بالصندوق، في بقاء وفي قراءة للمستقبل، هيبقى في بقاء حتى هذه اللحظة. فهذا ما يخشاه البعض هنا في مصر، إن الإسلاميين لو حققوا أقل قدر ممكن من الإنجاز هيظل في سدة الحكم إن ده هوى الناس إلى ما شاء الله. فليه يعمل كده؟ لابد أن يعرقل. أجي بقى على حتة الجمعية التأسيسية لأن مهمة جدا، حلقة تانية اللي بيقوله دكتور البرادعي. أولا دكتور البرادعي صاحب تصريحات صادمة للشعب المصري. أنا ماليش دعوة بحزبه، ماليش دعوة بالمؤيدين له، أنا بتكلم على شعب مصري له هوية وله ثقافة دائما ما يصدمها الدكتور البرادعي. بداية، وانا هطلع يعني هنقول بقى كل الملفات دي، بداية من الصور التي لا يرضى عنها عموم الشعب المصري حتى منه اللي بيقترف معاصي، بداية من صور وهو بيقبل الممثلات، مرورا بتصريحاته الغريبة المستهجنة عن انه يرضى ببقاء المجلس العسكري في سدة الحكم 2 عام او اكثر لغايه لما تستقر الامور. ده الكلام ده كان قبل الانتخابات، انتهاء بالتصريحات الكارثية اللي بيتكلم فيها وبيكتب تويتة بالانجلش غير التويتة اللي بالعربي،
تصريحاته اللي بيتكلم فيها انه بينتظر الرد الامريكي او البيان الامريكي والموقف الامريكي والموقف الاوروبي، وانتهاء بدير شبيجل. الناس اللي بتتكلم عن ان طب ما خيرت الشاطر مع حفظ الالقاب وياسر برهامي وفلان وفلان وفلان، ما هو قعدوا مع السفيره الامريكيه وقعدوا مع، ان انا اقعد مع حد واتواصل معاه دي ابجديات السياسه، دي ابجدياتها. انا اتفاوض مع الجميع واقعد مع الجميع، انما الكلام بقى عن الاستقواء وتعالوا الحقونا، ونفس الكلام قلته لصديقي الدكتور عمرو حمزاوي قبل كده في مقال، ان لا لو سمحت فرق ما بين الضغط والاستقواء وما بين التواصل. التواصل هتواصل مع الجميع وهقابل السفراء كلهم وهقعد مع السفيره الامريكيه او غيرها اقول لها ايه، رساله محدده، مصالح شعبي اولا، وان المساله يبقى تحقيق الوين وين ريليشن شيب او الوين وين سيتويشن، مصالح شعبك ومصالح شعبي. انما ان انا اقول للامريكان انا منتظر موقفكم لحاجه داخليه، انا منتظر موقفكم عشان تضغطوا على النظام الحاكم، وكذا قيل في احد المقالات، عشان تضغطوا على النظام الحاكم عشان يضغط على التأسية، امر مرفوض شكلا وموضوعا. دي نقطه. النقطه الثانيه الكلام بقى على الهولوكوست. انا عايز انزل بقى اقول للشعب المصري وافهمه ايه بقى ايه الاشكاليه بتاعت الهولوكوست وملابسات ذكرها والبلد التي ذكر فيها والتوقيت. دلوقتي كلمه الهولوكوست دي معروف ان هي اشبه بالكربلائيات، بمعنى انه بتستغل فكره الهولوكوست لابتزاز مادي وابتزاز اقتصادي وابتزاز سياسي وابتزاز عاطفي لكل العالم، مش دول اوروبا بس. المانيا حتى اليوم بتخرج الاموال الطائله سنويا ابتزازا من الصهاينه في الكيان الصهيوني كل سنه، تعويضا على الحرائق، لدرجه ان بعض المسيحيين، بعض الالمان المسيحيين قالوا هو يعني لم يرتكب المسيحيون اي خطيئه طيله عمرهم الا اللي حدث في الحرب العالميه الثانيه. طب ما هو قتل بسبب الحرب العالمية الثانية، قتل غجر، أبيد 1/5 من الشعب البولندي، خمس الشعب البولندي أبيد على يد هتلر. الغجر أبيدوا تماما على يد هتلر. المعاقين من الشعب الألماني، لأن الراجل كان مجنونا شاذا في أفكاره، قتل المعاقين من الشعب الألماني حتى يضمن النقاء العنصري للجنس الآري. كل ده واتمسك في 1000 قتلوا من اليهود. احنا ضد أيوة أن يحرق حد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن اعتبار أن المسألة دي مسألة ولاء وبراء، اللي ما يعترفش بالأرقام الضخمة وال6 مليون يعاقب عالميا، واللي يقبلها يدخل جنة الأمريكان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التوقيت يا دكتور براد، أنت بتتكلم فين وبتتكلم إمتى؟ بتتكلم في هذا الوضع الشديد الحساسية اللي في مصر، بتستعدي غير المصريين على اخواتك لو أنت معتبرهم اخواتك، وعلى منافسيك وعلى خصومك بس اللي جوه مصر. الأمر الثالث ألمانيا، لا اللعب على الوتر الحساس ده. الدير شبيجل الألمانية، أنت بتتكلم عن وسط الألمان عن حاجة بالنسبة لهم قدس الأقداس، بالنسبة للألمان نفسهم إن لا عايز أقول لكم من ال10 دقايق اللي فاتت بس عشان ما حدش يزايد علينا، بنحاول الاتصال بمن يمثل دكتور برادعي، ما حدش بيرد، خلي بالكم نص مصر ما بتردش، فعشان بس يبقى الكلام واضح رايح لفين. يا ريت حد فيهم يرد. وانا بس عموما يعني انت مش شايف له اي ميزه يا نادر؟ مين؟ برادعي ما عملش اي حاجات ايجابيه. الكلام ده على فكره، وده اقوله للمره الاولى، الكلام ده لن نسكت عليه، وهيصعد ضد الدكتور البرادعي وضد هذه اللهجه المستعليه، ضد هذه اللهجه اللا وطنيه، ضد هذه اللهجه اللي وصل بها الامر الى فجر في الخصومه. سنصعد ضدها بس في الوقت المناسب، عشان احنا الان شايفين الشارع شكله عامل ازاي، وشايفين ان الامر شديد الاحتقان، لكن هذا الامر لن يمر ابدا مرور الكرام. احنا كنا اقترحنا جوه الجمعيه التاسيسيه، احد اعضاء حزب النور في الجمعيه التاسيسيه اقترح اضافه ماده واضحه في الدستور تنص على ان يتهم بالخيانه العظمى كل من يستقوي بالخارج ايا كان الخارج، كل من يدعو الى تقسيم البلاد باي صوره كانت، سواء في اعلام او في غيره، لاجل البلاء اللي احنا فيه الان. ازاي ان احنا بنتكلم مع بعض كخصوم وكمنافسين سياسيين جوه، والبلد لسه طالعه من رحم ازمه ولسه ما وقفتش على رجلها بعد ثوره ما بتتحققش حتى هذه اللحظه بشكل كامل. ازاي انت بتتكلم على استقواء بالخارج وتقول للناس بره فلان افرض انا يا اخي مش انا بقول للدكتور برادعي ولا انا كمان مؤمن بالهولوكوست، هتعمل معايا ايه يعني؟ وكل اعضاء انا عايز حد من الجمعيه التاسيسيه يطلع يقول انه موافق على عقيده الدكتور البرادعي في الهولوكوست. واحد، انا عايز القوميين العرب، انا عايز النصريين، انا عايز الاشتراكيين، انا عايز اليساريين، عايز الدكتور جمال فهمي وغيره يطلعوا يقولوا للدكتور البرادعي ان هم كمان مش عايزين، ان هم كمان لا يعترفوا بالهولوكوست. كل الجمعيه التاسيسيه مطالبه ان هي تقول للدكتور البرادعي ايوه احنا نؤمن بالهولوكوست. مساله الموسيقى ده اختيار فقهي، انا بقى لما اختار اختيار فقهي بمزاجي. الكلام لما يتقال انت هتفرضه على الشعب المصري، لا والله احنا قلنا الشريعه بتتكلم على الماده 220 الشارحه
للتحاكم الى الشريعه الاسلاميه، بتتكلم على الاصول المعتبره عند كل مذاهب اهل السنه والجماعه. يعني نتكلم حتى بالمذهب الظاهري اللي بعض ائمته اجاز انا في حل من الكلام على التفصيل الفقهي، لكن انت كمان بتعترض علي على اعتناقي لمذهب فقهي معين. قمه العنصريه من هذا الرجل، قمه العنصريه ان انت تقول لي ان انا عشان مش مقتنع بالموسيقى ولا انا شايفها غلط ولا شايفها حرام يبقى انت ما تكتبش دستور مصر. لا، للاسف الشديد انت كده مش عارف الشعب المصري ومش عارف هويته. كلامك يا دكتور برادعي هينتشر في ربوع الشعب المصري، والناس تعرف مين اللي بيبوس انجلينا جولي بره، مين اللي بيتكلم على مين بيتكلم على الهولوكوست ومتضايق قوي ان احنا مش مؤمنين بالهولوكوست. وتاني بقول ايوه مش مؤمنين بيه، ولا الاشتراكيين ولا القوميين العرب. مين اللي بيتكلم على الاستقواء بالخارج، مين اللي عايز المجلس العسكري يقعد في سدة الحكم سنتين. افكارك يا دكتور برادعي افكار غريبه على هويه الشعب المصري، وللاسف هو ما كانش مناسبه الكلام، بس لولا ان هو قالها امبارح ولولا ان هو بيتكلم امبارح على هذا الكلام في دير شبيجل ولا يحترم الخصوصيه المصريه ما كان لي ان انا اعلق هذا التعليق. خليني اقول لك على حاجه يا استاذ معتز، يعني ردا على سؤالك.